بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا كده ناخد انواع الديدان اللي تبان عندنا في تحليل البراز، ونشوف العلاج بتاعها ايه، وايه الاسماء التجاريه للادويه بتاعت الدوده ديت، والجرعه احسبها ازاي. تمام. قبل ما نبدا طبعا عايزكم تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك، وعايزين نكبر القناه ونقدر نستمر الفتره الجايه. تمام. ناخد اول حاجه عندنا شكل تحليل البراز. تعال نشوف شكل تحليل البراز بقى عامل ازاي. ده شكل تحليل البراز. انت مثلا بتشك في حاجه العيانه ما يجيش عندك في العياده، فبتعملوا تحليل براز. تحليل البراز بيطلع بالشكل ده. تعال نشوف احنا الدوده هنلاقيها فين. تحت هنا كده يقول لك هنا اسم الدوده. طبعا بيبقى في عسر هضم وبتاع وانيميا وبتاع، ممكن يكون في اعراض مغص واسهال. تحليل البراز هيلاقي اسم الدوده مكتوب هنا كده. تعالوا نعلم باللون ده. ده اسم الدودة هنا اهو. هنا مكتوب ايه؟ انتروبياس فيرميكيوراليس. تمام. طيب ممكن الاقي هنا ايه؟ ممكن الاقي انتاميبا هيستوريتك، ممكن الاقي اسكارس، الاقي اي نوع من انواع الديدان. ابدا اشوف بقى النوع ده ايه العلاج اللي هستخدمه حسب سن العيان ووزنه والجرعه اديها قد ايه. نبدا كده بسم الله. اول دوده عندنا اللي هي الانكليستوما. الانكليستوما عندي صغر شويه كده. ايه العلاج اللي بستخدمه؟ البندازول. الاسم التجاري البندازول. في عندي الاقراص بتاعته تركيز ايه؟ 400 مللي. انا بدي قرص اللي هو 400 مللي مره واحده للبالغين والاطفال فوق السنتين. يعني انا بجيب لما يكون الاقي عندي الدوده انكليستوما بدي الالبندازول ده قرصه مره واحده في اليوم بس كده. طيب في نوع تاني في السوق اسمه ميبندازول او الفيرمين اللي هو تركيز 100. الفيرمين 100 بدي منه ايه؟ قرص واحد في اليوم، قرص واحد مرتين في اليوم لمده 3 ايام. بدي ال 100 مللي، هي 100 مللي المفروض بتتاخد مرتين في اليوم لمده 3 ايام، او معلقه صغيره اللي هي 100 مللي مره واحده مرتين في اليوم لمده 3 ايام. بدي مثلا النهارده الصبح وبالليل، بكره الصبح وبالليل، بعده الصبح وبالليل. ده من جرعه الفيرمين. طيب لو المتاح عندي الفلوفير او الفلوبندازول 100، الفلوفير 100 بدي قرص واحد في اليوم مرتين لمده 3 ايام زي ايه؟ زي الفيرمين. يبقى الفلوفير او الفيرمين بالنسبه لدوده الانكليستوما باخد قرص واحد في اليوم، قرص معلش مرتين في اليوم لمده 3 ايام، قرص 100 مللي مرتين في اليوم لمده 3 ايام من الفيرمين او الفلوفير. بالنسبه للالبندازول بتركيز 400 هو مره واحده بس في اليوم. ده بالنسبه للانكليستوما. دي اول دوده معانا. تاني دوده عندنا هي الاسكارس. ايه العلاج بتاعها المناسب ليها؟ العلاج بتاعها البندازول 400 برضو، بيتاخد مره واحده للبالغين وفوق السنتين زيها زي الدوده الاولانيه الانكليستوما. 400 مللي البالغين مره واحده. ممكن ادي فيرمين او ميبندازول اللي هو ايه؟ الفيرمين 100. بدي قرص واحد مرتين في اليوم لمده 3 ايام متتاليه زيه زي الدوده التانيه. يبقى الايه؟ الاسكارس كده ماشيه مع الانكليستوما لسه ايه؟ بنفس العلاج بنفس الجرعات. الفلوفير 100 قرص واحد مرتين في اليوم لمده 3 ايام. يبقى نيجي نجمع السلايد الاولانيه ديت. اول دوتين الاسكارس، نجمع كده السلايد دي. الانكليستوما الاول، انكليستوما والاسكارس بناخد لهم 3 ادويه. اول دواء البندازول الجرعه بتاعت ده 400 بيتاخد. البندازول 400 بيتاخد امتى؟ قرصه مره واحده في اليوم. او الفيرمين 100 والفلوفير 100. دول الاتنين بتاخدوا ايه؟ قرص الصبح وبالليل لمده 3 ايام متتاليه. ده بالنسبه لاول دوتين الانكليستوما والاسكارس.
تعال نشوف دودة التانية. العلاج بتاعها برازيكوانتيل او يوميسان او البندازول. بالنسبة لجرعة البرازيكوانتيل القرص يبقى 600 مللي، الجرعة بتاعته من 5 ل 10 مللي لكل كيلو، بيتاخد مرة واحدة. اليوميسان القرص 500، باخد قرصين يعني 2 جرام مرة واحدة. والأطفال بحسب 50 مللي كل كيلو. البندازول اللي هو البندازول 400 أو الازنتال 400، باخد قرص 400 مرة واحدة في اليوم لمدة 3 أيام متتالية. دي بالنسبة لدودة ايه؟ التانية. نخش على الدودة اللي بعدها، الانتاميبا هيستريتيكا، الاميبا اللي احنا بنقول عليها اميبا. في منها سيست وفي منها تروفوزويد. تمام؟ العلاج بتاعهم ايه؟ عندي مترونيدازول اللي هو الامريزول او الفلاجيل، الامريزول او المترونيدازول. القرص اللي في السوق تركيزه 500، باخد قرص 500 اللي هو 500 3 مرات في اليوم لمدة 10 ايام. قرص 3 مرات في اليوم لمدة 10 ايام من الامريزول لعلاج ايه؟ الانتاميبا هيستريتيكا والاميبا. قرص 3 مرات في اليوم لمدة 10 ايام. التنيدازول او البروتوزول 2 جرام او 4 اقراص، القرص بقى 500، يعني هاخد ايه 2 جرام، يعني هاخد 4 اقراص مرة واحدة في اليوم لمدة 3 ايام. للبروتوزول. تمام؟ ده لو كان تروفوزويد. انما لو سيست اللي هو الاشهر اللي موجود في التحليل اللي بيظهر تحليل البراز، بدل الامريزول او الفلاجيل. بالنسبه لجرعه الاطفال للفلاجيل او الفلاجيلات او الامريزول 50 مللي لكل كيلو، وبتتاخد 3 مرات يوميا لمده 10 ايام. يبقى العلاج الاميبا مش 5 ايام زي ما بتقول، مش مره واحده زي ما الناس بتقول، لا ده بدي 3 مرات يوميا من قرص 500 لمده 10 ايام. ناخد الدودة اللي بعدها، الجيارديا لامبي. في منها السيست وفي منها التروفوزويد، نفس فكرة الأميبا بالظبط. السيست بعالج بالأمريزول والتروفوزويد بعالج بالبروتوزول أو التينيدازول. طيب الأمريزول بالنسبة للبالغين باخد قرص اللي هو 250 3 مرات في اليوم لمدة 7 أيام. بالنسبة خلي بالك يعني ايه نص الجرعة اللي فوق، يعني دي نص الجرعة اللي فوق بالظبط. طيب بالنسبة الأطفال التانية كانت 50 في الأميبا، دي لأ دي 25 مللي برضو 3 مرات في اليوم لمدة أسبوع. ده بالنسبة للجارديا لامبي. السيست التروفوزيت بتاعها بدي تينيدازول أو البروتوزول، بدي 2 جرام 4 أقراص مرة واحدة في اليوم لمدة 3 أيام. بدي 2 جرام أو 4 أقراص اللي هو الأقراص 500 مرة واحدة في اليوم لمدة 3 أيام. نخش على الدودة اللي بعدها، الإكزيوريوس. تمام؟ العلاج بتاعها البندازول، الجرعة بتاعتها 400 مللي، وارجع اكرر بعد اسبوعين، ولازم اعالج جميع افراد الاسرة. او الفيرمين او المبندازول قرص واحد 100 مللي مرة واحدة، وتكرر بعد اسبوعين برضه، ولازم اعالج جميع افراد الاسرة لانها معدية. الفلوفير او الفلوبندازول قرص واحد 100 مللي لجميع الاعمار مرة واحدة، وتكرر بعد اسبوعين، واحتياطات اعالج جميع افراد الاسرة في نفس الوقت. يعني ما اديش لواحد واسيب الباقي، لا بوزع العلاج لكل افراد الاسرة. دي الدودة الاكزيوريس، يا اما البندازول يا الفيرمين او المبندازول او الفلوفير، بيتاخد مرة واحدة وكرر العلاج بعد اسبوعين. الاسترونجلويد بعالجها بالالبندازول 400 او الايه المبندازول 400 مللي مرتين في اليوم لمدة 7 ايام، او لو هدي مبندازول 100 مللي مرتين في اليوم لمدة 3 ايام. ممكن ادي فلوفير او فلوبندازول 100 مللي مرتين في اليوم لمدة 3 ايام. الفاشيولا بقى، الفاشيولا بعالجها بايه؟ بالايجاستين. الفاشيولا او الدودة الكبدية بعالجها بالايه؟ الايجاستين او التريكلابندازول. ده لخط الدفاع الاول للفاشيولا.
الجرعة بتاعته بستخدمها ازاي؟ بقسم الدواء على جرعتين، كل جرعة 10 مللي لكل كيلو، بفاصل 12 ساعة، اي قرص واحد لكل 25 كيلو. واعطاء الجرعة بعد تناول الفطار والغداء على معدة ممتلئة يعني، تمام، ويبلع كمية مية كتيرة. طيب ازاي احسب الجرعة ديت؟ او بقسم جرعتين، اول جرعة 10 مللي لكل كيلو، 10 مللي لكل كيلو. تاني جرعة تاني جرعة 10 مللي لكل كيلو بفاصل 12 ساعة ما بينهم، تمام. ده بعالج بالايجاستين 250 تسهيلا زي ما احنا كاتبين هنا، قرص واحد لكل 25 كيلو، تمام. يعني لو انا وزني مثلا 50، تمام، بدي قرص لكل 25 كيلو، يعني هاخد ايه؟ هاخد قرصين. بقسمهم ازاي؟ بقسمهم جرعة الصبح وجرعة بالليل، فاصل ما بينهم 12 ساعة، تمام كده. طيب لو انا وزني 100، احنا قلنا خلاص ثبت الحتة دي، ثبتني كده، قرص دي الهايلايت دي كده، قرص واحد لكل 25 كيلو. عايز اجيب لهم تاني اهي دي، قرص واحد لكل 25 كيلو، ثبت الجرعة دي بتاعت الايجاستين. لو واحد وزنه 100 هياخد كام قرص؟ 100 على 25 يبقى ياخد 4 أقراص، قرصين الصبح وقرصين بالليل بس. طيب الأعراض الجانبية أحيانا صداع وغثيان وعرق. هنا بيقولك البرازيكوانتيل ما بيستخدمش، لا يستخدم برازيكوانتيل في علاج الفاشيولا الكبدية. بستخدم الايجاستين 250 اللي هو ايه؟ تريكلابندازول ايجاستين. الهيتروفيس بقى، الهيتروفيس هنا بستخدم برازيكوانتيل. الجرعة بتاعته ايه؟ البرازيكوانتيل في السوق الاسم التجاري بتاعه ايبيكوانتيل، في راس عندي تركيز 600. بستخدم برازيكوانتيل 25 مللي لكل كيلو، بيتاخد 3 مرات في اليوم لمدة يوم واحد، مرة واحدة، تمام. 25 مللي لكل كيلو 3 مرات في اليوم لمدة يوم واحد. دي بالنسبة للديدان، ودي الخلاصة بتاعتها. هسيب لكم الملف ده تحت الفيديو اللي عايز يخليه معاه على التليفون. بس كده، متنسوش الاشتراك في القناة وادعمونا باللايك والشير الفيديوهات. شكرا.